رسالة كابتن محمد أبو تريكة لإدارة النادي الأهلي بعد الخروج الأفريقي أمام الترجي التونسي. أبو تريكة يتحدث عن المشاكل ويتحدث عن التحكيم السيء الأفريقي ويتحدث عن مستقبل النادي الأهلي. تصريحات مهمة جدا جدا من كابتن محمد أبو تريكة. أتمنى من كل أهلاوي عظيم، كل أهلاوي غيور على ناديه يعمل لايك لتصريحات أبو تريكة. احنا كل أملنا كل همنا النادي الأهلي يرجع تاني يقف على رجليه ويرجع لمنصات البطولات. ونقول تصريحات مهمة لكابتن محمد أبو تريكة، حيث قال تريكة وشدد كابتن محمد أبو تريكة إن غياب جماهير الأهلي عن المدرجات كان لها تأثير سلبي كبير، معتبرا إن الفريق افتقد أهم عناصر قوته وهي الدعم الجماهيري الذي اعتاد أن يصنع الفارق في المباريات الكبرى. كما عبر عن استيائه من بعض التصرفات التي حرمت الفريق من هذا الدعم في توقيت حاسم. وفي سياق متصل انتقد أبو تريكة التحكيم الأفريقي وبشدة، مؤكدا أنه يعاني من حالة واضحة من التخبط وعدم الاتزان، مشيرا إلى أن الأندية المصرية مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز تعرضت مرارا لقرارات مؤثرة أثرت على نتائجها القارية، وهو ما وصفه بالأمر المتكرر وغير المقبول. وعلى الجانب الإداري أوضح أبو تريكة أن إدارة النادي الأهلي نفسها اعترفت بوجود أخطاء فنية وإدارية خلال الموسم، مؤكدا أن الموسم الحالي بيعد من أسوأ المواسم كرويا للنادي الأهلي رغم النجاحات الكبيرة التي تحققت في عهد الكابتن محمود الخطيب على مستوى البطولات المحلية والقارية. وأضاف أيضا أبو تريكة بالتأكيد على ضرورة التوازن في التقييم من خلال الاعتراف بالأخطاء والعمل على تصحيحها دون تجاهل الإنجازات التي تحققت، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة شاملة لإعادة الفريق إلى مستواه المعهود. وعن موقف يستروب حتى الآن مع النادي الأهلي، حيث كشف أبو تريكة أن بقاء المدرب حتى نهاية الموسم أمر محسوم بالفعل، ولكنه سيكون الفصل الأخير في مشواره مع الفريق، مؤكدا أن التغيير قادم لا محالة. فيما يتعلق بالبدائل أشار أبو تريكة إلى أن الخيارات المحلية محدودة بين عدة أسماء بارزة أبرزها عماد النحاس وعلي ماهر وحسام البدري، وأوضح أن الثنائي ماهر والنحاس لا يمانعان في تولي المهمة، بينما لا يزال موقف حسام البدري غير واضح في ظل تردده بين العودة إلى الأهلي أو الاستمرار في تجربته الحالية خارج مصر. ولم تستبعد الإدارة خيار التعاقد مع مدرب أجنبي، حيث بتدرس عدة سير ذاتية في الوقت الحالي على أن يتم المفاضلة بينها لاختيار الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة. وفي النهاية يبدو أن النادي الأهلي بيستعد لمرحلة جديدة قد تحمل تغييرات كبيرة على المستوى الفني في محاولة لاستعادة الهيبة القارية والعودة لمنصات التتويج سريعا. وأشار أبو تريكة إلى وجود خلل واضح في صياغة التعاقدات، موضحا أن الإدارة بتقع في نفس الأخطاء مرارا، وهو ما ظهر بوضوح في ملف المدرب مارسيل كولر، حيث انتهى الأمر بحصوله على مستحقاته كاملة رغم توقعات داخلية بخلاف ذلك. وأضاف أن الأزمة لا تتوقف عند كولر فقط بل تمتد لتشمل أكثر من مدرب، مما يضع النادي في موقف مالي معقد بسبب الشروط الجزائية ورواتب الأجهزة الفنية وسط حالة من الجدل داخل الوسط الرياضي. كما انتقد الاستغناء سابقا عن إدارة متخصصة في العقود، معتبر أن هذا القرار كلف النادي أضعاف ما كان يتم توفيره، خاصة في ظل غياب الاحترافية القانونية في التعاقدات الحالية. وفي سياق آخر تطرق أبو تريكة إلى التغييرات الإدارية الأخيرة داخل النادي الأهلي، مؤكدا إلغاء لجنة التخطيط بشكل كامل والاتجاه للعودة إلى نظام لجنة الكرة الذي كان يضم في السابق أسماء بارزة مثل صالح سليم وحسن حمدي ومحمود الخطيب. وأوضح أن التجربة القديمة للجنة الكرة كانت أكثر فاعلية بسبب امتلاكها صلاحيات مباشرة، على عكس لجنة التخطيط التي اقتصر دورها على الاستشارة دون تأثير حقيقي في القرارات. وفي مقارنة لافتة أشاد أبو تريكة بخطوة نادي الزمالك
بمنح الرئاسة الشرفية لممدوح عباس، متسائلا عن سبب عدم تكريم حسن حمدي بنفس الطريقة داخل الأهلي رغم تاريخه الكبير وإنجازاته مع النادي. واختتم حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة هيكلة حقيقية داخل الأهلي سواء على المستوى الإداري أو التعاقدي لتفادي تكرار الأزمات مستقبلا.